ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ بما ان بقى احنا في الحر وزهقانين وقرفانين، هنعمل ايه؟ انا قلت اعمل حاجه خفيفه كده. هي مش خفيفه قوي. هنا عندي نص كيلو لحمه هبتدي بيهم حياتي النهارده، وهنا 4 بصلات وسط والكبه. تيجي نشوف بقى هنعمل ايه بالنص كيلو لحمه ده. يلا. طبعا هنا الاربع بصلات اللي احنا عملناهم انا فرمتها فرم جامد، يعني طريتها قوي. هنحط عليهم نص كيلو لحمه، واسيبها بقى ايه لغايه لما تتسبك مع بعضها. احط عليها معلقه سمنه، احط الملح والفلفل بس مش دلوقتي، اما لون اللحمه يتغير. يعني هنعصج اللحمه، معروفه يعني تعصيجة اللحمه بصل وملح وفلفل بهارات بس، ما فيهاش اي افتكاسه يعني. بس انا هنا نعمت البصله قوي. نفس الكبه اللي ضربنا فيها البصل هنضرب فيها ايه؟ الطماطم. ماشي. ادي الطماطم عصرناها. طبعا صوت عيالي طالعين في الفيديو اللي قبليه، عادي بقى، ما كلنا اسره مع بعضينا، عيالي مؤدبين، اول ما ابتدي الفيديو صوتهم يعلى. هنا اللحمه هي ابتدت لونها يتغير، لونها بقى لون رمادي. حط لها الملح والفلفل. هنا انا حطيت ملح وفلفل وكزبره و اللهم صل على النبي. حطيت 7 بهارات اللي هي توابل، 7 بهارات. هنحط عليها القوطه اللي احنا عصرناها في الكبه مطرح البصل، هتتسبك معاها لغايه ما تتسبك. واشوف بعد كده هنعمل ايه. هنعمل حاجه سهله ما خدتش معايا 10 دقايق. وهنا ابتدت التسبيكه بتاعتي اللي هي اللحمه ونعصجها مع الطماطم هتبتدي تتسبك. والان بقى مع المفاجاه، مكرونه بلحمه معصجه. مفيش اسهل من كده. تعمليها عشاء، تعمليها غدا، تعمليها بقى زي ما تعمليها. انا ما لقيتش غير كده بصراحه، هي اسهل حاجه. هي المفروض مكرونه سباكيتي، بس احنا عندنا ايه؟ مكرونه دي. بس طبعا ريحتها تجنن. عايز تعملي جنبها بقى شويه بطاطس اعملي. ماشي. انا هحط كمان معلقه صلصه عشان لونها كمان يبقى غامق، لان لونها فاتح. وبعد كده اشوف هتعمل ايه بقى اللون مع المكرونه في اليوم الحر ده. خليكي معايا، اوعي تروحي في حته. وبكده يا حبايبي تبقى العصاج ايه جاهز ان انا احطه على المكرونه. يعني ادي طبق المكرونه اللي احنا هنتغدى بيه. يعني مش ده فرد اللي هياكل، ها، مش كلنا هناكل في الطبق. بس ريحتها بقى تجنن، تحفه وسهله. ما خدتش معانا ايه ربع ساعه، عشان ما نقولش 10 دقايق. يا دوبك سلق المكرونه وتعصيجة اللحم. وبألف هنا وشفا عليكم يا حبايبي. متنسوش بقى في الاشتراك ولايك يا حبايب ام امير يا عسل. بصوا تحفه ازاي وريحتها تجنن. والله انتوا لو ساكنين جنبي كنت بعتلكوا طبعا.